السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ رحت السوبر ماركت لقيت ناس كتيره جدا بتشكر في بط العابد، بتقول عليه حلو قوي وما فيهوش اي ريحه زفاره. فقلت لما اجيب بطايه كده اجربها قبل اول يوم رمضان. كل سنه وانتم طيبين، انتوا عارفين الراعي الرسمي البط والمحشي والملوخيه والكشك. فقلت اجربها واشوف فعلا البط ده حلو ومش زفر، وهل البطايه هتكش كده وهتكسفني قدام الناس، ولا البط ده هيرفع راسي كده الى عناء السماء. فجبت بطايه وعملت حله محشي، يعني عملت تجربه. تعالي كده نسمي الله، ولايك وشير وسبسكرايب، واقول لك رايي في بط العابد. سميت الله وجبت البطه دي وزنها 3 كيلو 200، كانت عامله 330 جنيه، يعني كمان سعره حلو جدا. هتلاقي مع البطايه كيس فيه الحوايج اللي هي الكبده والانثى والرقبه والزور. مسكت البطه بقى، بدات اللي انا اشيك عليها. طبعا انت عارفه تنظيف ست البيت بيختلف خالص عن تنظيف الفرارجي. لقيت فيه تجمعات دمويه كده بين الوراك، ودبيت ايديا جوه كده طلعت الفشه بالزور، ولقيت فيه ريش رفيع خالص بس بيطلع معاكي بسهوله خالص. واتخلصت كمان من الجناح الرفيع والمؤخره، لقيتها موجوده برضو. شلتها. المهم ان انا اتخلصت من اي حاجه ممكن تسبب لي ريحه زفاره. على فكره البط ده بيتباع منه نص، يعني لو انت حابه صدر نص حبه ورك بيتباع منه، يعني مش شرط ان انت تاخدي بطه كامله. جبت بقى الراس، تخلصت منها، انا ما بحبهاش، وفتحت كده الزور من النص بيبقى فيه تجمعات دمويه برضو بيعمل ريحه زفاره. ومسكت الانثى لقيتها مش متنضفه، كحتها كده بالسكينه بتنضف معاكي بسهوله جدا. بعد بقى ما شيكت عليها وخليتها زي الفل، اخدتها تحت الحنفيه هشطفها مره واتنين وتلاته لحد ما الميه دي تبقى فله كده شمعه منوره. بعد كده هقولك على محلول نقع حلو قوي قوي قوي، هيقضي على اي ريحه زفاره لاي زفر انت هتعمليه. حطيت معلقتين مليانين من الدقيق، ويا سلام لو دقيق ذره يبقى حلو قوي، ومعلقتين مليانين من الجنزبيل. ايوه يا جماعه، الجنزبيل بيقضي على اي ريحه زفاره. ومعلقتين من الكمون، وحطيت كمان ليمون، وحطيت ملح، ودعكي بقى كويس جدا، وسيبيها كده منقوعه لمده نص ساعه، وبعد كده اشطفيها وبقت فله زي ما انتم شايفين كده. تعالى اقولك على مرته حلوه جدا جدا. المرته دي مرته دمياطيه، بتوع دمياط عارفينها، بصراحه حلوه جدا وبتعمل طعم حلو للبط. جبت الكبد والقوانص، قطعتها وتبلتها بملح وفلفل، وحطيت طاسه على النار، وحطيت معلقه مليانه من السمنه، وشوحت الكبد والقوانص كده لمده 10 دقايق. وبعد كده جبت بصلايه كبيره وشوحتهم مع بعض ان البصل يدبل بس، وحطيت ملح وحطيت فلفل اسمر. وهي دي المرته دي حلوه جدا وتحفه، بتفرق جدا في طعم البط. سبتها تبرد خالص، ما ينفعش تاخديها كده مدخنه وتبداي اللي انت تتبلي بيها البط، هيعمل ريحه زفاره. سيبيها تبرد، وبعد كده ابدأي بقى امسكي البطه من جوه ومن بره ومن بين الاوراق كده، تفتحي وتدخلي المرته دي جواها. على فكره ممكن اللي انت تفرزيها، يعني بعد ما تتبليها كده تحطيها في كيس وتانيها في الفريزر وتطلعيها تستعمليها، هتبقى تحفه تحفه، وهتبقى كمان اللحم بتاعها اتملح وهيبقى حلو جدا. مسكت بقى الوركين كده، هي بتبقى مفتوحه شويه، فضميت الوركين على بعض كده، وجبت خيط لفيته زي ما انت شفتي كده، وكده بقت قمر قمر تحفه. تعالوا بقى لما نعمل الشوربة الخطيرة. حلة على النار معلقة كبيرة من السمنة، وأول ما السمنة تسخن كويس جدا انزلي بالبطة. لازم السمنة تسخن كويس عشان البطة ما تلزقش. نزلت بالبطة ونزلت بالحوايج بتاعتها، وسبتها تشوح على الجنب ده شوية والجنب ده شوية، والتركة دي بتفرق جدا جدا في الشوربة. بعد كده نزلت ببصلاية مقطعاها 4 تربع، وحبهان ومستكة وورق لوري مطحون وكبيبة صيني، ومعلقة صغيرة من السكر عشان يسرع من التسوية، وطبعا الملح بنحطه في الآخر. هتبصي تلاقي البطايه قلبظت وقلوظت كده. انزلي بقى بالميه المغليه، ولازم تكون ميه مغليه. هنسيبها على نار عاليه، هتبصي تلاقي البطه عملت ريم كده، علشان طبعا احنا غاسلينها كويس بس مش هتعمل ريم كتير. اسحبي الريم كده بالمعلقه وسيبيها بقى على نار هاديه تستوي براحتها، بتقعد بالظبط ساعه ونص وتبقى خطيره. حطي الملح بقى وتفرجي، الشوربه رهيبه يا جماعه. عملت لهم طبعا محشي، استغليت الشوربه فكنت عامله محشي كرنب ومحشي بتنجان ومحشي ورق عنب، ومحشي ورق العنب كان مزازه خطير. طبعا حطيت في الشوربه بتاعت الورق العنب، حطيت دبس رمان، وحطيت كمان ليمون. سقيت المحشي وعلقت عليه، والبطايه خطيره. تعرفي منين ان هي استوت؟ تلاقي الجناح بيتقطع بسهوله. جبت بقى البطايه وعملت لها فتحات كده بالسكينه علشان يكون زي البط اللي بنجيبه من المطاعم بالظبط. ففتحت كده البط بالسكينه، وبعد كده جبت الدسم اللي بيبقى موجود على وش الشوربه، حطيت عليه معلقه صغيره من الزعفران والملح والفلفل الاسمر وليمون، عصير ليمون، وبدات اللي انا
وهدهن البطايه كده وش وظهر، وحطيتها تحت الشوايه ربع ساعه بالظبط. طبعا لما بتحطيها تحت الشوايه بتقلبيها على كل جنب شويه، ربع ساعه بالظبط، وتطلع لك باللون المحمر ده بسبب الزعفران. خطيره، شايفين لون البطه رهيبه، والبط ما شاء الله ما بيكشش، البط ده حلو جدا جدا، وكمان شوربته حلوه جدا. المحشي استوى بقى خطير خطير خطير، وكمان البط معانا رهيب. انصحك تجيبي بط العابد وتجربيه، ان شاء الله هيعجبك. كده الفيديو خلص، ما تنسينيش بقى لايك وشير وسبسكرايب وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. اشوفك في فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.